أهلا وسهلا مشاهدينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية، وهذا أبرز عنوانها: حقيقة ظهور أسد الأطلس ضواحي خنفرة. قبل الخوض في التفاصيل لا تنسوا الصلاة والسلام على رسولنا الكريم. لايك للفيديو، الاشتراك في القناة مع تفعيل الجرس للتوصل بكل جديد. ضجت منصات التواصل الاجتماعي خلال الأيام الأخيرة بأخبار حول ظهور أسد الأطلس ضواحي خنفرة وهجومه على فتاة. ففي هذا الصدد أصدرت جماعة سبت أيض رحو قيادة مولاي بوعزة دائرة أقلموز إقليم خنفرة بيانا توضيحيا في الموضوع، جاء فيه أن هذه الإشاعات لا أساس لها من الصحة. وزاد البيان أن لجنة محلية مختلطة تضم جميع المصالح المعنية قامت بحملة تمشيطية ميدانية فضلا عن لقائها ببعض ساكنة المنطقة، وتبين لها بعد ذلك عدم وجود أي معلومة بوجود هذا الحيوان بالمنطقة. أخي المشاهد، أختي المشاهدة، لا تنسى الاشتراك في قناتنا كما تشاهد قناتنا لا زالت في البداية، فالمرجو الاشتراك في القناة مع تفعيل الجرس للتوصل بكل جديد قناتنا، ولايك للفيديو.